السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة يوميات وأكلات ومتوتة. النهاردة بقى الروتين الأسبوعي مش اليومي. هنعمل مع بعض بقى نشقة كده، هروق طبعا السراير وأفتح الشبابيك وأشمس الأوضة كده. طبعا هشيل السجادة وهمسح بقى النهاردة. ماشي زي ما انتم شايفينه. هنفض الأنتريه بردك، أنا الأنتريه عشان ما بقعدش فيه في الشتاء بيبقى يعني نضيف، بس بردك هنديله ايه تنفيضة. طبعا الأوضة هنا اللي ببقى قاعدة فيها عشان فيها السرير وكده وقدام التلفزيون، فبتبقى مهلوكة شوية بردك. هنروق بقى ونلم السجاد كده ونمسح. ده الروتين الأسبوعي هعمله معاكم. وطبعا عندي غسيل هنشره بردك. طبعا أنا لسه صاحية من النوم، شغالة طبعا القرآن عشان بحب كده الراحة النفسية، بحس بهدوء. لسه هخش أحضر فطار هنعمله بردك مع بعض ونشوف هنعمل ايه. عندي بردك المطبخ الحمد لله مش وسخ، يعني نضيف مفهوش مواعين ولا حاجة. وعندي أكلي. اليوم اللي انا ببتدي فيه اعمل الروتين الاسبوعي بيبقى لازم يكون عندي اكل. ما اعملش اكل في اليوم ده، بيبقى عندي اكل تاني يوم يعني. فانا كنت عامله امبارح الاكل والحمد لله عندي بقيته، فانا النهارده بس هو روتين الشقه بس اللي ورايا. تمام. انا هحضر فطار، هعمل فول وهنشوف هنعمل ايه يعني. يلا خليكم معايا. وانا هنا عملت سندوتشات فول وجنبها بتنجان مخلل، انا بحبه جدا. انا بجيب دايما عندي الفول والعيش الشامي عشان بحب اعمل زي بره كده، بس ببقى مطمنه ان انا اللي عاملاه بايدي. بس هفطر بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى انا فطرت خلاص. فانا يا جماعه بنصح كل حامل لازم تاكلي فاكهه الصبح كده او في يومك عامه. موز بقى، برتقال، الفاكهه اللي انت بتحبيها، بس لازم يكون ليكي في اليوم يعني على الاقل 3 ثمرات فاكهه، عشان ده بيعمل المناعه وكده. فانا اكلت وهاخد اكل صباع الموز ده. وبعد كده هاخد العلاج وارجع لكم تاني. بصوا كده انا روقت السرير، شلت الملايه طبعا نفضتها، طبقت البطانيه وفتحت الشباك عشان يهوي شويه ودخل شمس. ماشي. هشيل بقى السجاده هنفضها وارفع البوف ده على السرير وهلمع بقى. خليكوا واحده واحده معايا عشان النهارده الروتين طويل. انا شلت اهو السجاده ورفعت البوف هنا، وطبعا شلت كل اللي هنا. هرفع بقى وطبعا اللي قدام باب الشقه، بس دي بقى هكنسها الاول بعدين ابرمها. وهشيل بردك بتاعه المطبخ وبردك اللي جوه في الاوضه دي اللي هناك. هشيل الشلت وهرفعها بردك عشان امسح تحتيها. انا هنا بقى هدخل على الاوضه دي هروق طبعا السرير. انا شايله البطانيه حطاها على الشباك هناك عشان تتشمس يعني. وطبعا هشيل كل اللي على الارض ده وهوريك هعمل ايه يعني. هنفض السرير وارتبه كده. بعد كده اشيل الحاجات اللي على الارض دي عشان همسح كده. بصوا كده انا شلت طبعا رفعت السجاده عشان السجاده دي كبيره وتقيله فمبقدرش اشيلها، فببرمها بكنسها كويس اوي ببرمها عشان امسح. طبعا شلت كل حاجه هنا اهو. وطبعا الارض كلها بردك هنا بردك اهو. رفع السجاده عشان اكنس عشان امسح. طبعا نفضت الانتريه وهنا طبعا بردك شايله السجاده كده. فاضل لي بقى خطوه ان انا امسح الشقه كلها بقى وارجع معاكم تاني. بصوا كده انا دلوقتي مليت الماء وحطيت فيها ديتول بتاع المسح يعني. هبتدي ان شاء الله بالاوضه دي عشان الاوضه دي هي الكبيره عشان تاخد وقت عبال ما تنشف. ابتدي اقول بسم الله كده. هسرع شويه بس عشان متبقاش مليانه قوي. تلاقي فوق يا توته عشان ما تتزحلقيش. تلاقي فوق على السرير. انا هعمل بس معاكم كده جزء عشان مش هعرف اعمل بقيه بايد واحده يعني. ماشي. انا هعمل قدامكم كده. بصي يا توته السندوتش بتاعك بعد الارض تاني بعد ما كنستها. هنعمل ايه بس في العيال؟ ربنا يهديهم علينا. ماشي. طبعا الشبشوبه حلاوتها ان هي بتخش في الزقار وفي كل حته انت مش طايلاها بصراحه يعني. دي حلاوتها. طبعا انا رافعه شايله كل حاجه من على الارض عشان يبقى سهل عليا وانا بمسح. تمام كده. طبعا هجيب بردك من تحت السرير كده. انا طبعا مش حاطه حاجه تحت السرير اهو بتخش بكل سهوله. اسفه بقى للصوت ده بس التليفون بيرن وانا وانا بسجل معاكم. تمام اهو كده. هكمل بقى انا وارجع لكم تاني. دخلت على الاوضه التانية
انا بحاول ايه ما اطولش عليكم، طبعا انا ببقى واخده اكتر من كده، بس طبعا ايه مش كله بصوره عشان ما اطولش بس عليكم. مع ان الناس قالت لي طولي في الروتين عشان احنا بنحب فيديوهات الروتين بتاعتك. لما كنت منزلاه اللي هو الخفيف ده اليومي قالوا لي طوليه شويه. طبعا انا بجيب بصوا من جوه عشان السرير فيه فراغ فبجيبه اهو. فانا اهو عملت لكم فيديو روتين طويل اهو عشان الناس اللي عايزه روتين طويل. ما تستعجلوش، الروتين الطويل جاي بقى في السكه اللي هو بتاع رمضان. انا ببتدي مثلا في خلاص بيبقى فاضل 10 ايام كده على رمضان، ببتدي بقى كده في اخر 10 ايام ببتدي اعمل حاجتي حاجه عشان ما ازهقش وما اتعبش، بعمل كل يوم حاجه. فان شاء الله الروتينات دي كلها هتبقى معاكم اكيد، يعني هتبقى معاكم. ف يعني هنعمل كل حاجه مع بعض. تمام، انا هخلص بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى هنا اهو المطبخ. فاضل لي كده الصاله بس. طبعا هاتي من تحت البوتاجاز طبعا. ومن ورا هنا بردك حبيبتي اللي هي ايه الزنقه دي. طبعا انا هعملها بعد ما اخلص معاكم عشان ايه مش مالكه عدل ان انا اعمل وانا بايد واحده خالص خالص يعني. ده يا جماعه روتين تشجيعي بقى للناس الكسلانه اللي ما بتحبش تعمل حاجه في الشتاء. قومي اعملي. دلوقتي بقى الصاله جيت الدور عليها. طبعا انا عملت حته عشان قدام المطبخ اهو. طبعا انا بكر الكنبه وبجيب من تحتها ماشي، وبدخل الشرشوبه من تحت كده وبدخلها وبجيب من تحت الكراسي. بصوا مش هتاخد منكم ساعه ولا حاجه الشقه كلها لو عملتيها ولا ساعتين، بس هتحسي براحه نفسيه غير طبيعيه. والله الواحد لما بيعمل شقته كده ويفرشها كده ويقعد بقى الشقه نظيفه بيحس براحه فعلا نفسيه. تحس براحه نفسيه جامده، حاسه ان انت كده انجزتي. انا هخلص وارجع لكم بقى عشان كده خلاص انا خلصت. بصوا خلاص بقى كده الارض نشفت معايا. انا هبتدي بقى افرش الارض والمع بقى الخشب. هفرش الاول وارجع معاكم. تمام، دلوقتي بقى هلمع الخشب. انا هنا عامله خلطه عندي بعملها بالدوني ومعطر الجو دوت كده، بلمع بيهم الخشب وبيدوا ريحه حلوه قوي. هبقى اقول لكم عليها غير ملمع الخشب اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. ده حاجه وده حاجه، ده بس كده اللي هو ايه تعطير كده وتلميع في ساعتها. لكن اللي هو بيفضل معاكي كده عايزه اللمعه ما تروحش، ده اللي انا عملته معاكم قبل كده هعمله معاكم بردك عشان هو خلص عندي. بس ده يا جماعه بيدي ريحه حلوه قوي جميل قوي قوي. ده بينفع لكل حاجه، يعني تعملي بيه الخشب والمرايات وتعطري بالجو، بيبقى حلو قوي زي ما انتم شايفين اهو. انا بلمع الدولاب، بعد كده هلمع الكومودينو والتسريحه. تمام، بدي كده كام رشه كده اهو زي ما انتم شايفين، وبعمل بالفوطه. الفوطه بتاعتي نضيفه اهي كده كده اهو زي ما انتم شايفين. اللي هو بس ايه تحسي كده بريحه الخشب وريحه الاوضه لما تخشيها بريحه حلوه وان هي بتلمع معاكي باقل حاجه. يعني مش لازم الحاجات الغاليه، اقل حاجه يعني تنضفي بقى حاجتك تبقى حاجتك حلوه كده وبتلمع. شايفين؟ هخلص بقى هنا هعمل المرايه. طبعا مش هينفع عشان المرايه تبقى كشفاني، فانا مش هاجي كده قدامها. تمام، هعملها. اوعي توته هبله اوعي كده اهو. طبعا المرايه دي مش قادره اقول لكم بتتوسخ جامد جدا بسبب توته هانم. توته هانم على طول ملبخالي المرايه. فانا المرايه دي بالذات يعني ببقى عايزاها نضيفه عشان بتتوسخ جامد قوي. وعندي كمان المساحه اللي هي بتاعه المرايات عشان بعيد عليها لما بيكون اتلبخت ولا حاجه. خليكم بقى معايا اروح اعمل الدفه اللي هناك دي ارجع لكم. وبرضك هنا رش عندي راس السرير كده اهي
كام رشه كده عشان دي بتبقى مطربه قوي جامد قوي. اكتر حاجات بتتطرب جامد من الشبابيك طبعا السراير، وانا عندي كمان ابيض في اسود فما شاء الله يعني بيتعمل من اقل حاجه، فلازم دايما ايدي فيهم كده اهو. النظافه حلوه والله يا جماعه، الواحد لما بيتعود كده اسبوع، كل اسبوع يوم بس تعملي فيه شقتك كده وتمسحيها وتلمعي كده، مدي رشتين على الحيطه بالمره. هو الصراحه بينفع لجميع الحاجات كتير قوي، الملمع ده او المعطر ده اللي هو تلميع وفي نفس الوقت بيدي ريحه حلوه قوي. ماشي اهو. دلوقتي بقى هنزل هلمع الكومودينو بقى، خليكم معايا. انا شلت المفرش، ارش بقى على الازاز كده اهو. والله يا جماعه بص الريحه بتاعته جميله قوي، الداوني طبعا ريحته حلوه. بتحطي منه مقدار فنجان كده، ومعطر على معطر بردك، معطر تكون انت بتحبي ريحته، وتحطي عليهم شويه ميه مغليه. وبعد كده بترجي الازازه جامد وتبتدي تلمعي. ممكن لو عايزه تحطي دوتول، بس الديتول الاصلي الخام ده تحطي بردك لان بيعقم وبيدي بردك ريحه حلوه. التركيبه دي جميله. في تركيبه هعملها لكم بردك يا جماعه للحمام ان شاء الله، بتخلي الحمام ريحته حلوه قوي، بتديله لمعه رهيبه ان شاء الله. هعمل لكم الخلطه قريب قوي، طبعا داخلين على ايام رمضان ان شاء الله، ربنا يجعله علينا كلنا ايام خير وبركه. هعمل لكم بردك ان شاء الله الخلطه ديت لتلميع الحمام وتنظيفه بحاجات بسيطه مش هتتخيلوها ان هي من الحاجات دي. حاجات بسيطه تلمع الحمام بالطريقه الحلوه دي، ولا تحتاجي بقى الحاجات الغاليه اللي بنسمع عنها ولا اي حاجه من اللي احنا بنسمعها ثمنها غالي قوي كده. لا، ديت هتبقى باقل حاجه وهتلاقيها معاكي ما شاء الله عليها، ولا الحمام بتاعك كانه جديد ولا فيه صفار ولا اي حاجه من دي. تمام. انا بلمع عشان انا عندي درجه كده طالعه زي ما انتم شايفين، فانا بلمعها وبلمع اللي من تحت دي برضك. هرجع لكم تاني. عايزه اقول لكم ان التسريحه عندي بتبقى ملبخه جامد بسبب ست توته طبعا، عشان هي لونها ابيض، ايديها بتعلم في جميع الاماكن، فانا دايما بلمع الحاجه دي اول باول لاني بتلبخها جامد يعني. فانا الحمد لله يعني ايدي فيها، فالحمد لله مش بتبقع ولا اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين. فوطه كده وبصوا اهي بقت تبرق ازاي. اعمل بقى هنا، مهما نقول العيال دول طبعا مش هتعرفي تمسكي ايديهم، بس يا توته قالي لا، فربنا يبارك يعني فيهم ويعملوا ويوسخوا. نعمل ايه يعني، ربنا يخليهم. لازم ننظف اول باول عشان الاطفال. اهو ماشي هنا خلاص كده. ابقى خلصت معاكم تلميع الخشب بتاعي النهارده. الواحد بصوا انا لما بخلص بقى الحاجات دي والله العظيم بحس براحه نفسيه جميله. ابقى قاعده كده مش ورايا حاجه بقى، هعمل اكل، هعمل حاجه بقى تاني يوم، مش تبقى شقتي نضيفه كده ترويق الخفيف. لكن عمري ما هعمل بقى الغلبه دي كل شويه الا كل اسبوع. خلاص كده انا لمعت التسريحه من فوق بقى. هنا بقى ارش كام رشه كده للتسريحه بازاز. بسم الله. ثواني عشان بتاع اللي وقعت دي اهو. مش قادره اقول لكم الريحه حلوه جدا، ريحته جميله قوي 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 اهو كده. واعمل من فوق عشان الحته اللي فوق دي بتبقى برضه كلها تراب زي ما انتوا شايفين. التسريحه اكتر حاجه بتبقى متوسخه جامد. ليه بقى؟ لان التراب مش بيجي على الازاز والحاجات دي كتير قوي اكتر من اي حاجه. هو الخشب والتراب والازاز اكتر حاجه بيجي عليها تراب، حتى لو انت مقفله التراب دوت بيبقى موجود يعني دايما. هتعملي مهما تعملي هتلاقي برضك تراب في ايدك اول باول، تبقى في الحاجه عشان خاطر ما تبقاش مطربه. بس كده نرجع بقى دي مكانها. انا جايبه الحاجات دي بتسهل عليا قوي ان انا ما اشيلش الحاجه كلها يعني
المع وارجع السله مكانها كده، الباسكت مكانه. فحاجات حلوه جدا يعني، الحاجات اللي طالعه تركي دي جديده. ارش بردك هنا كده رشتين، تمام. واعمل كده اهو من فوق يا جماعه عشان الخشب كده. انا بشيل حته حته كده واعملها عشان خاطر ايه ما كركبش الدنيا، تمام. اهو اهو نكمل بقيتها بقى كده. شايفين؟ اعمل بس الحته اللي من فوق دي كده. طبعا المرايه اعملها بس طبعا عشان تكشفني فمش عايزه اجيبها دلوقتي، بس كده. مش قادره اقول لكم الريحه حلوه قوي قوي. يبقى المفرش خلاص. انا كده خلصت التسريحه. بصوا الريحه بقى، مش قادره اقول لكم الريحه حلوه جدا، مخليه ريحه الازاز كده، والاوضه لما تخشي تشم ريحه جميله. خلاص كده اهو انا خلصت يعتبر الاوضه دي من كل حاجه. هرجع بس المفرش بقى هنا كده. طبعا الاباجوره بتاعتي اللي هنا اتكسرت، عايزه اجيب واحده محتفظه بس بالبتاع ديت عشان اللون بس. وخلاص كده انا خلصت اهو، خلصت معاكم تلميع الاوضه كلها من الاول للاخر زي ما انتوا شايفين تسريحه. بس كده انا هطفي النور بقى وخلاص، ونزلت الستاير. هطفي النور واخرج بقى الايه على بره هنا، المع بقى الانتريه هنا كده. هديله كام رشه كده اهو، الوزرات اللي انا لونتها دي، وهنا بردك كام رشه كده اهو. يعني هلف كده على الانتريه كله، هلمعه بالمعطر الحلو ده. جميل قوي المعطر ده بصراحه، جميل ريحته حلوه قوي. انا هنا بقى هلمع الكومودينو ده بتاع اوضه الاطفال او بتاع اوضه النوم طبعا، بس انا حاطه هنا عشان هنا ما عنديش انا اوضه اطفال، انا حاطه سرير بس. حتى الكومودينو بتاع اوضه النوم عشان ملوش مكان حطاه هنا كده. هجيب بس الاباجوره كده قبل ما ان شاء الله ربنا يكرمنا بقى كده ويوسع علينا ونجيب اوضه اطفال كامله. هفرش بقى المفرش كده، احط على الاباجوره اهو كده. طبعا الدرج فيه لعب توته فان شاء الله. حطي يلا اللعب يلا توته عشان المع الدرج اهو كده. انا شقتي يا جماعه صغيره مش كبيره، يعني اوضتين وصاله مطبخ حمام بس صغيرين مش كبار. فالحمد لله يعني ايه، ربنا يوسع طبعا على الجميع. فانتي على قد ما تقدري خلي شقتك حتى لو صغيره خليها نظيفه وحلوه. الحاجه والله العظيم مش بالكبر ولا بالحاجه زي كده، بس لما بتبقي انتي مهتميه بحاجتك بتزهري شقتك، فاهماني؟ حتى لو هي صغيره فبتزهري شقتك حتى لو كانت صغيره بس بحاجات بسيطه. انا هلمع النيش بقى، انا بقى هلمع النيش كده اهو. اديله كام لمعه بخه كده، وامسك الفوطه الحلوه كده اهو. طبعا الخشب والحاجات دي بيبان عليها جامد يعني التراب. انا طبعا عشان النيش كمان حاطه في اوضه الاطفال وجنبي الشباك على طول فبيتطرب من اقل حاجه، فدايما ايدي فيه. انا بقى كده هلمع هنا بس عشان ايه في مرايه مش عايزه ايه اجيب وشي كده. هلمع اللي فوق الاول كده. انا حاطه طبعا عرايس فوق وحاجات بتشتغل طبعا بتلمع بردك بس مش دلوقتي اهو. خلاص كده ورشيت كده كام رشه بردك عشان هنا مضلع كده فلازم يتلمع كويس اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا
حاجات الخشب دي بيبان ايد العيال فيها لما بيعملوا اي حاجة بيبان. دي هنا انا بجيب من جميع الجهات عشان يبقى ايه بيبرق. ده بقى اسمه ايه ده، العسكري ده اللي بيقولوا عليه او البوفيه اللي هنا برضك في اوضه الاطفال. حط عليه التلفزيون، الشاشه. ده برضك بتوسخ جامد عشان خاطر ابيض وكمان بتسند عليه كتير توته، فبرضك بلمعه اول باول. ده بلمعه كتير قوي بصراحه يعني. زي ما انتوا شايفين بيبرق ازاي، حاجات بسيطة بس والله العظيم، بس بتخلي الحاجة تلمع كده اهو. بسم الله. خلاص كده انا خلصت. هانت. ده سرير طبعا اوضه الاطفال بلمعه اهو معاكم، وعليه قطه كده كيتي. بس كده اهو معاكم اهو. بس بيبرق ازاي بقى جميل. تمام. انا كده خلاص خلصت كله. هدي بقى بخه كده على الانتريه في الجو كده عشان يبقى ريحه حلوه. طبعا انا طفيت النور هنا، بس هدي بخه بردك معاكم كده اهو. شيلي اللعب التوته دي هنا اهو كده عشان بس تبقى ريحه حلوه كده في الشقه كلها. بس واتمنى بقى ما تكسلوش تقوموا كده وتعملوا الشقه. والله روتين حلو وهتحسي براحه نفسيه جامده جدا. يعني انا دلوقتي الحمد لله خلصت خلاص، هقعد بقى استريح وما وريش حاجه، عندي اكلي بس. فيا رب الروتين يعجبكم يا رب ويبقى تشجيع ليكم كده. يلا اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش بقى في لايك والشير وتعليقاتكم الجميله. وشكرا لكل الناس الجديده اللي عندي اللي منوراني دايما. بس اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.